فساد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. لطالما عانت الكرة الإفريقية من الفساد الكروي والرشوة وشراء الحكام لصالح أندية معروفة أو لصالح منتخب لكرة القدم. في زمن عيسى حياتو الرئيس السابق كانت إفريقيا تغوص في وحل الفساد. كانت المنتخبات القوية تخرج من كأس إفريقيا ويفوز بها المنتخب الذي يدفع أموالا لشراء الحكام وشراء رئيس الكاف. عيسى حياتو كان أكبر فاسد وأكبر مرتشي في تاريخ الكرة الإفريقية، وقد ظل على هدى الحال لسنوات طويلة. فاز خلالها المنتخب المصري ب7 كؤوس إفريقية، وفازت أنديتهم المصرية بأغلب الألقاب القارية. وبشهادة بعض المسؤولين الرياضيين المصريين أنفسهم، قالوا بأنهم كانوا يقابلون الحكام ويتم شراؤهم لتحويل مجريات المقابلات لصالح المنتخب المصري. زمان كانوا يجيبوا الحكام في البطولات الإفريقية لينا والأندية تانية، مش إحنا بس، ونقعد مع الحكم. وأنا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربة جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الإدارة ومعايا مدير الكورة ومعايا مدير إداري قاعدين معايا، أختار إيه؟ وإذا عدتم إلى المباريات التي أجراها المنتخب المصري من نهائيات كأس إفريقيا التي فازوا بها أو مباريات النصف والثمن والربع، ستجدون أن كل هذه المباريات كان فيها الحكام هم أبطال اللعبة. شوف الفيديو، شوف السينما، شوف المسرح، حيث كانت المجازر التحكيمة كلها لصالح المنتخب المصري، إلى حين تم تغيير الرئيس وظهور وجه جديد إلى جانبه اسمه فوزي لقجع. هذا الرجل هو حارب الفساد الكروي في إفريقيا، ووضع إفريقيا في الطريق الرياضي الصحيح. حينها خرج المسؤولين المصريين ووصفه بالفاسد فقط لأنه حارب الفساد وحرمهم من شراء الحكام وشراء الرئيس. حينها ظهر المنتخب المصري بحجمه الحقيقي أمام منتخبات إفريقية وعربية أقوى منه، وفازوا بكأس إفريقيا. لولا هذا الرجل المغربي لما فازت الجزائر بكأس إفريقيا سنة 2019. فوالله لو ظل الفساد على حاله لما فازت الجزائر، وكانت مصر من ستفوز بهاته الكأس، شيء الذي لم يفهمه الجزائريين. وقالوا عن فوزي بأنه فاسد. إذا كان فعلا فاسد لكان المنتخب المغربي هو من فاز بالكأس الإفريقية السابقة والتي قبلها أيضا. ليست الجزائر من قالت إن فوزي فاسد، قالتها مصر قبلكم، لأن فوزي حرمهم من نعمة الفساد التي كان يستغنى منها منتخب مصر وأنديته. والآن تقولها الجزائر لأنهم كانوا يرغبون بمسؤول جزائري في مكانه. جاء فوزي وذهب الفساد، وأصبحت كأس إفريقيا لمن يستحقها فعلا وليس لمن يشتريها.